السلام عليكم. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض القرص الطرية الفلاحي. هنعملها بطريقة بسيطة جدا وسهلة جدا، بإذن الله هتبقى ناجحة معاكي من أول مرة. مقادير مظبوطة جدا ان شاء الله، هتطلع تحفة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهشة جدا وطرية جدا. المقادير كلها موجودة عندك في البيت. عارفين انتوا بقى القرص بتاعت زمان كده اللي ريحتها كانت بتجيب البيت كله؟ النهارده هنعمل القرص ريحتها بس مش هتجيب البيت، هتجيب الشارع كله من جمالها ومن حلاوتها. باذن الله الفيديو يعجبكم، واتمنى تكملوا الفيديو للاخر علشان ما يفوتكوش التفاصيل الصغيره اللي هنتكلموا عليها، عشان تطلعي القرص ناجحه 100%. للناس بقى اللي بتشتكي من القرص بتطلع ناشفه معاها، او القرص مش بتظبط معاها وما بتاخدش اللون المظبوط، ان شاء الله هنحل كل المشاكل النهارده اللي بتقابلك وانت بتعملي القرص عشان تطلع تحفه جدا من اول مره. المقادير مظبوطه جدا وكلها من البيت، مقاديرها سهله جدا. يلا كده نسمي الله ونشوف هنعمله القرص ديت ازاي. اول حاجه عندي المقادير مفيش اسهل منها. عندي هنا نص كيلو دقيق، هنعمل الكميه القمر اللي شفناها دي. آه، الدقيق طبعا انا خلطه كويس جدا. عندي هنا كوبايه من اللبن الرايب، وهقولك دلوقتي لو ما عندكيش لبن رايب هتستبدليه بايه. عندي هنا نص كوبايه من الزبده، انا استخدمت نص كوبايه من الزبده على زيت، تمام؟ يعني ربع كوبايه زبده وربع كوبايه زيت، فككتهم كده على النار مع بعض وبقوا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. عندي هنا بقى رشه ملح صغيره، واربع معالق كبار كده من السكر. السكر هو اللي بيخلي القرص لونها احمر وبيخليها طريه جدا. عندي معلقه كبيره من الخميره البيره، لو مش متوفره عندك هتستخدمي الخميره الفوريه. عندي بقى هنا انا هنزل في طبق عميق، وهنزل بكميه الدقيق وعليها كميه الزبده، وبمعلقه بقى كده او بايديكي، وهتبستي كده الزبده مع الدقيق. هتبسيها بقى كويس جدا لحد ما كميه الزبده كلها تختفي، ويبقى الدقيق كده مرمل معاكي. طبعا انا عملت هنا نص كيلو من الدقيق، تقدري تضاعفي الكميه وتضاعفي المقادير. عندي هنا بقى كوبايه من اللبن الرايب. لو مش متوفر عندك كوبايه مع اللبن الرايب، هتجيبي لبن حليب وهتحطي فيه نص معلقه كده من الخل، وهتسيبيه شويه هيقطع معاكي وهيبقى تحفه. وكده بتحول للبن رايب، وبعدين هننزل بقى بالسكر وبالخميره. انا متاكده من الخميره بتاعتي علشان كده ما اختبرتهاش، ورشه ملح كده صغيره علشان تظبط الطعم. وهنعجن بقى كويس جدا المقادير. طبعا انا هنا لسه ما ضفتش الميه وما ضفتش السوائل، لان هنضيف الميه بالتدريج على حسب العجينه ما تقبل معاكي. انا هنا استخدمت حوالي كوبايه الا ربع من الميه. طبعا ما تنزليش بميه كميه واحده، لان هي انت مش عارفه العجينه هتقبل ميه معاكي قد ايه. طبعا بتختلف من مكان لمكان على حسب نوع الدقيق اللي انت بتستخدميه. يعني تنزلي كده بربع كوبايه بربع كوبايه لحد ما العجينه تظبط معاكي. انا هنا العجينه خدت معايا كوبايه من اللبن الرايب او كوبايه الا ربع من الميه. انا عايزه كده العجينه تكون طريه جدا شويه، يعني مش تكونش ناشفه. شايفين بتبقى كده طريه، عامله زي حته الملبن كده في ايديكم. وكده بيبقى قوام العجينه بقى المظبوط، بتعجنيها لحد ما تبقى القوام كده بالشكل اللي انت شايفاه ده. هتظبطي العجينه بقى وياكي، هتبقى ان شاء الله القرص تحفه، والمقادير بسيطه جدا وسهله. هتغطيها بقى كده وهتسيبيها في مكان. انا ما سبتهاش تخمر بصراحه، يعني ارتاحت كده حوالي 10 دقايق لان الجو دلوقتي حر. هنقطعها بقى كده قطع صغيره، يعني مثلا على حجم كده الليمونه الكبيره. حاولي بقى على قد ما تقدري كده تخلي قطع العجين بتاعتك كلها حجم واحد علشان يكون السوا بتاعها مظبوط. يعني ايديكي ميزان كده هتظبطي العجينه وانتي بتعمليها. اتمنى بجد بقى ما تنسوش تضغطوا اللايك، ولو اول مره تشرفوني في القناه، انا اسم قناتي مطبخ بوسي وماما. يسعدني وجودكم معايا، وبجد شكرا لكل الناس الجديده اللي شرفتني في القناه. وهنكور بقى كده العجينه بالشكل اللي انت شايفاه ده. ما شاء الله، من نص كيلو دقيق عملنا 20 قطعه، يعني عملنا 20 قرصه. تحاولي تنعميها بقى كده وانتي بتكوريها، وبفوطه بقى كده، وهتغطي العجينه وهتسيبيها ترتاح بس حوالي كده 10 دقايق علشان تتفرد معاكي بسهوله. وبعد ما سبت العجينه ارتاحت شويه، الصواني بقى كده اللي هتسوي فيها على طول هتفردي فيها. هترصي كده بقى قطع العجين في الصواني. حاولي على قد ما تقدري ما تزنقيش كده العجينه علشان يبقى كله كده في الفرن سواه لونه واحد، يبقى لونه موحد.
وهتفردي بقى بايديكي كده بالراحه، الموضوع سهل جدا، بتتفرد معاكي بكل سهوله لان العجينه ما شاء الله حلوه جدا. اهم حاجه هتسيبي مسافه بين كل واحده والتانيه عشان تاخد كده اللون المظبوط من كل ناحيه. اظن لحد دلوقتي الموضوع سهل جدا، مفيهوش حاجه صعبه. اتمنى بجد لو في حاجه وقفت معاكم تكتبوا لي كده في الكومنتات. يعني هنفردها كده في الصواني على طول مباشره. اظن مفيش اسهل من كده. انا هنا رصيت العجين في 3 صواني. هنا حسيت ان الصينيه هتبقى ضيقه فشلت كده قطعه من العجين حطيتها مع الصينيه الثالثه. بعد ما فردناها بقى بايدينا كده بشوكه كده وبقى وهتخرميها كده من النص. انا مش بحبها منفوخه جدا في الفرن، انا بحبها كده حجمها وسط، فعشان كده انا بخرمها كده بالشوكه. وهنسيبها ترتاح كمان حوالي 10 دقايق. وهقولك بقى على اسرار التسويه عشان تطلع لونها تحفه وتبقى مظبوطه معاكي جدا. المعجنات عموما لازم تدخل على فرن سخن، يعني انتي هتسخني الفرن شويه قبل ما تدخليها، تمام، وهتدخليها كده على الرف اللي في النص. لو الفرن بتاعك بيشتغل من فوق ومن تحت هتهدي الشوايه وهتشغلي الفرن من تحت وهيبقى على نار متوسطه. اول ما تاخدوا اللون كده من تحت وحسيتي كده ان لونها اتظبط، هتبقى كده القرص بتاعتك تمام. اول ما تاخد اللون الذهبي من فوق ومن تحت، لو مش بيشتغل الفرن والشوايه مع بعض هتشغلي الفرن من تحت. اول ما تاخد اللون الذهبي هتشغلي الشوايه. ولو القرص بقى بتاعتك طلعت ناشفه، هي ما شاء الله القرص بتطلع طريه جدا، بس لو في ناس كتيره بتشتكي القرص بتطلع ناشفه معاهم، هتطلعيها كده وهتغطيها في فوطه وهي سخنه. هتسيبيها حوالي 10 دقايق هتلاقيها تطرى جدا معاكي. وهنا بقى انا لمعتها كده بقطعه من الزبده، بتديها لمعه حلوه قوي وكمان نكهه حلوه جدا. ما شاء الله اللهم بارك، القرص طلعت تحفه وحلوه جدا. اتمنى بجد ان انتوا تجربوها بطريقتي، وهنتظر رايكم في الكومنتات لانها بجد انجح طريقه تقدري تعملي بيها القرص، طريه جدا وهشه جدا. لاحلى فطار بقى الصبح مع كوبايه شاي بحليب كده وقطعه جبنه، حاجه كده تحفه سهله وسريعه بقى. ولو حابه بقى تخزنيها وانتي عامله كميه، هتسيبيها تبرد تماما وهتحطيها في كيس مباشره كده في الفريزر، وهتطلعيها بقى كده قبل الاستخدام بحوالي كده 10 دقايق هتفك وتبقى تحفه معاكي. الكلام ده طبعا لو انتي عامله كميه وحابه تشيليها في الفريزر او تحتفظي بيها في الفريزر. اتمنى بجد بقى ان انتوا تجربوها، وهستنى رايكم ان شاء الله في الكومنتات، واستنوني في فيديوهات تانية كتيره. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.